البحر إلى النهر، لا درب الحسين يجمع الناس على العهد مع المهدي، ملايين يقود الركب عباس. بسم الله. اللهم صل على محمد وآله الأطهار. لكي تعلموا أن عقيدة السنة مبنية على النصب والتساهل والتردي على أغلب محاربي وقتلة أهل البيت عليهم السلام. استمعوا لرأي أغلب مشايخ السنة في عبد الرحمن ابن ملجم قاتل أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. لكن الذي عليه أهل الإسلام، الذي عليه أهل السنة، اختلفوا في عبد الرحمن بن ملجم هل يكفر أو لا يكفر، والسواد الأعظم منهم لا يرون كفره، ويرون أن له شبهة من التأويل، لا يرون كفره، ويرون أن له شبهة من التأويل. كما سمعتم، أغلب مشايخ السنة لا يكفرون قاتل الإمام علي عليه السلام، بل يعتبرونه متأولا. ولا تستغربوا، فهم يعتبرون أحد المشاركين في قتل الحسين عليه السلام من الثقات عندهم وهو عمر بن سعد بن أبي وقاص، وهو قائد جيش يزيد الذي حاربه الحسين عليه السلام. نرجع لابن ملجم قاتل الإمام علي. قد يقول بعض السنة وماذا لو لم يكفره أغلب مشايخ السنة؟ قد يكون الرجل متأولا فعلا في قتل الإمام علي، وهذا خطأ، لكنه يبقى من حفظة القرآن ونحن لا نعلم ما في نفسه، فلا نكفره على أساس أنكم خائفون من تكفير من لا يستحق التكفير، مع أن التكفير أسهل من شرب الماء عندكم، لكن لأن القاتل في هذه الحالة قد قتل محطم أصنامكم، لهذا وجدتم صعوبة في تكفيره. لكن نجيب، وجوابنا على هذا الإشكال الأبله من 3 نقاط. النقطة الأولى في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فما بالكم بقتل أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام؟ النقطة الثانية، قال الرسول في صحيح مسلم أن الإمام علي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. أما النقطة الثالثة، فما هو قولكم لو سمعتم حديث للرسول يقول فيه أن ابن ملجم كافر وهو من أشقى أشقياء العالمين؟ هل تتبعون مشايخكم بعدها أم الرسول؟ استمعوا وشاهدوا الحديث بأنفسكم مع المصدر. يقول جابر بن سمرة: كان النبي عليه الصلاة والسلام نادى علي مرة، قال له: يا علي تعال. قال: نعم يا رسول الله. قال: من أشقى الناس في الأولين القدامى، من أشقى واحد فيهم؟ يقول: فقلت يا رسول الله: أشقاهم الذي عقر الناقة في قوم صالح. قال: ومن أشقى الناس في الآخرين الآن، من أشقاهم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أشقاهم قاتلك يا علي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ستغدر بك من بعدي وأنت على ملتي وتقتل على سنتي، من أحبك يا علي أحبني ومن أبغضك أبغضني. كما سمعتم، قال الرسول في ابن ملجم إنه من أشقى الآخرين، يعني إن مرتبته الكفرية تكون مقاربة لإبليس ومردته، والحكم للمنصفين بالنهاية. أما الذين ما يزالون لا يكفرونه فقد كذبوا كلام الرسول ويتحملون خيارهم يوم القيامة. وفي الختام، استمعوا كيف كانت علاقة ساداتهم بابن ملجم. كيف كانت علاقة عمر بن الخطاب بابن ملجم قاتل الإمام علي؟ استمعوا للجواب بلسان أحد مشايخ السنة. عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب كان حافظا للقرآن. كتب عمر كتاب خطي، تزكية خطية، من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: أرسلت لك برجل آثرت به لك على نفسي، اجعل له دارا يعلم الناس القرآن. هذه التزكية الخطية مكتوبة لمن؟ من عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب. كما سمعتم، قد أوصى عمر في ابن ملجم وقال فيه إنه رجل قد آثر به على نفسه، وهي كناية عن حب عمر الشديد لابن ملجم. قد يأتي أحد السنة من أصحاب النيات الصافية المضحوك عليهم ويقول إن سيدهم عمر لم يكن يعلم بما كان سوف يفعله ابن ملجم، فنقول له
إن ابن ملجم ليس أول شخص مبغض للإمام علي يوصي به عمر، بل إن عمر كان يوصي لكثير من مبغضي الإمام علي عليه السلام ويمكنهم في أعلى المناصب، ومنهم معاوية الذي عينه عمر حاكما على الشام، والذي كان يسب الإمام علي وحاربه في معركة صفين. فتمكين عمر لمبغضي ومحاربي الإمام علي كان نهج يتبعه ومخطط قديم ضد الإمام علي عليه السلام. ولمن أراد الدليل على سب معاوية للإمام علي، فسوف أضع عدة مقاطع لإثبات ذلك في صندوق الوصف أسفل هذا المقطع، وسوف نثبت ذلك من مصادر السنة ولسان مشايخهم كالعادة، وكفى بهذا حجة ودليلا عليهم. خدم أمير وكعبة الشيم حسين ونعم الأمير.